السلام عليكم، هلا والله، شلونكم حبايبي؟ أخباركم؟ يا رب إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية وسلامة. ما أقولكم مشتاقة لكم كومات كومات، انتو هم مشتاقين لي؟ كلش مشتاقة لكم، شخباركم؟ شكو ماكو؟ إيش صار بغيابي؟ سولفولي بالتعليقات. هواية تجيني أسئلة على الانستا، صفا وليش قاطعة على اليوتيوب؟ ليش قطعتي؟ شكو خير؟ والله يا حبايبي من توفى كاندي لحد الآن مالي نفس لأي شي. يعني ما أعرف هذا الموضوع أحكي بيه أو لا. أدري بيكم ما حد راح يستقبل هذا الموضوع، يعني يقولون إيش دعوة، إحنا بشر دي يتوفى يعني قعدت على حيوان، يعني شنو هالحيوان؟ والله يا حبايبي كل من وجهة نظره، بس المربين راح يحسون بالشعور اللي أنا دا أحسه، إنه تربين شي هو بيبي، يعني هو طفل نونو عمره شهر ونص أو شهرين على يدك لحد عمر سنتين، وكل هاي السنين ويروح من ايدك، ولازم ما تحسين بأي إحساس، لازم تكونين حجر. ولا هو شنو، هو حيوان قابل شكوى يجيب غيره؟ لا حبايبي مو هيجي، ترى مو هيجي، يعني التعلق والتربية يعني وين راحت لعد؟ يعني ما تحنين، ما تقولين هذا خطية، يعني حيوان أنا وياه ربيته، ما أعرف يعني هالمراحل كلها مرينا بيها، وبعدين يجي أحد يقول هو شنو، هو حيوان. لذلك ما حبيت أحكي بالموضوع هواية، المربين هم وحدهم راح يحسون بهذا الوضع، وكتبوا لي بالتعليقات المربين أي حيوان كان، لأن هو روح. صح جبنا قط آخر بس ما يملي فراغ كاندي، قلبنا المواجع وأنا مالي خلق، بس هو هذا السبب. تمام. وإن شاء الله هسه رجعت لكم على اليوتيوب، وإن شاء الله ماكو شي بعد يعني حطوا مواسي، إن شاء الله ادعوا لنا. أيوة، وهذا وياكم ليو، يمه فدوة، وشلون ليو هو هسه تشوفوه شلون حركاته وسوالفه اللي تضحك اللي تخبل. شلون حرك أكثر من كاندي، مع ذلك كاندي لا، ابن أكابر، يعني مو نفس شخصيته أبدا. يعني أنا توقعت كل القطط نفس التصرفات ونفس النظرة ونفس الشي، بس أبدا أبدا مو نفس الشكل، التصرفات تختلف، الشخصية تختلف، يعني بكل شي يختلفون. يعني أنا تخيلت البزازين كلها نفس النسخة، بس لا لا، أبد أبد، هاي النظرية خاطئة 100%. كل واحد وشخصيته وطريقته والفصيلة. المهم ما أريد أطول بهذا الموضوع، هسه تقولي جبتيها كلية على البزازين. نرجع لموضوعنا الرئيسي اللي هو النباتات الداخلية. هواية تسألولي بالتعليقات صفا وشلون تعتنين بالنباتات الداخلية، شلون عايشة يمك، شلون ماكو شمس وعايشة. بس أقولكم شلون حبايبي. طبعا أنا كنت دا أسقي بيهن وكملت، وراها صفنت قلت خل أصورلكم، فاعذروني على هذا يعني ما شوفتكم طريقة السقي هي نفس الشي، يعني بيناتها مثل ما تشوفون الدوارق التجذير، ميها ما نخليه ينزل، ولازم مي من الفلتر أو بطل يعني مي تشتري وتحطيه. أوكي، ليش؟ لأنه المي العادي كليته أملاح وكلور، رأسا راح يموت عندك النبات، حرامات. ضروري جدا تاخذين المي من الفلتر، هاي أول نقطة مهمة كلش كلش. ثاني نقطة يا حبايبي، البلاب بالصيف يحتاج عناية أكثر من الشتاء، يعني يحتاج سقي أكثر، ويحتاج ضوء شمس قوي، يعني من الشباك. هسه تشوفون هذا الضوء ترى أغلبه هو مال شباك، فأكثر شي يعيش عندي هنا يعني بهذا المكان. وعندي أنا معلقته، خالته يعني بينقاطع، بس أوراقه تصير أصغر. ليش؟ لأن ماكو شمس متسلطة عليه، ظلمة يمه، ضوء بس مال الكهرباء. لذلك هنا ما شاء الله تشوفون أوراقه ايش كبر هاي. وأهم شي أهم شي إنه تبخيه مي مرتين باليوم، لأن كلش يحتاج يتنفس. تشوفون رطوبة حرارة، وأهم شي يمه تكييف، يعني حالج من حاله حبايبي. يحتاج عناية. فبهاي الطريقة الانتعاش
ويكبر وياك ويصير فد شي بهاي الطريقة مثل ما تشوفون. هاي ماما جابت لي هاي يمكن صار سنتين، والله ما أحسب بس أتوقع سنتين. لحد الآن لسه عايشة ما شاء الله ودا تكبر. وبما إنه الصيف لازم تبخين النبات مرتين باليوم أقل شي، والسقي مرة واحدة كلش كافي، يعني إذا يوميا تسقيه حتى لا يعفن الجذور. وأهم شي البخ للأوراق. شوفوا شلون مصحصحة هيج انتي عاش تطي. هي هاي طريقتي للعناية باللبلاب أو بأي زرع. هسه عندكم الأريكة همينة داخلية بس بالتربة حاطتها، السقي كل يومين ثلاثة. وزائد أني أنطيها مي تمن من أغسله. شايفين هذا الفوح مال لما تريد تغسلين التمن الأبيض، هذا ما أذبه أني أسقي بيه الزرع. ونقطة ثانية مهمة جدا، المي من تريدين تسقين بيه لازم درجة حرارته تكون يعني حلوة، لا حار ولا بارد حيل ولا دافي، يعني حلوة مي عادي. أي. وثاني شغلة همينة أسقيه اللحم من نغسله يذب مالته الدم، همينة أخليه على صفحة وأسقيه بيه. هذا كلش زين للنباتات. مع العلم أني يعني ما أسمد وأسوي ترى، يعني معتمدة على هاي السالفة صار سنين. ما أدري شو وقت أنا جبت النباتات لحد الآن. يعني النبتة مال أريكا مثل ما تشوفون ذيك الصغيرة ترى هاي بتها الكبيرة هي كانت هالكبر من جبتها، وانتو تخيلوا بعد ما شاء الله. وهنا بعد ما نظفناه ومسحناه بالكلينس، هسه شنو راح نلزق الدعسوقات. انتو شو تصيحوا لها؟ احنا نصيح لها دعسوقة. طبعا حاجة بألف، يعني الكيس بألف، وين ما تروحين تلقيه، لأن هواي تسألوني ذاك الفيديو منين نلقاها وين نلقاها. وهنا ليو الوكيح دا يلعب، وطبعا أنا ألزق هو يوقع ولا يقعد راحة. اي بعد شنو؟ طبعا هسه أنا بالجديد راح أبدي أسمد، أخذ تعليمات من أمي لأن أنا ما أعرف. يعني أني النباتات ترى يعني هي سوت لي واهس إنه أربيها صراحة. بس تدرون عالم ثاني، راحة نفسية. ايش قد حلو هيجي خضار وأكسجين، يا به راحة نفسية والله إنه بتتعلقين بيه أكثر. وشكو نبات صناعي راح تذبيه. تقولين شنو جايبت لي؟ لا طاقة إيجابية ذاك طاقة سلبية. تمام. فشوفون تارسة المطبخ ترس. هاي طبعا هسه جبت بعض النباتات اللي عندي، يعني الباقي المعلق اللي لازقته. يعني شايفين من يطول الساق اكو هذني اللي لزقات الكبس، يعني حتى كبسة يبقى بالحائط. تمام. حتى الاستمكة خليت لها، سموها الاستمكة لحتى أنا ما مسميتها. صار عندي تقريبا 4 أشهر وما عندها اسم، بس هي زين يصح لها بلو، عود أزرق. شوفوا هنا ليو بدا يتحارش بيها. طبعا هنا سوى فد مكسورة راح تلقوها بالانستا. تعالوا هناك راح تشوفون ايش سوى للسمكة. شوفوا شلون هنا دي يترصد لها، سوى نفسه فقير ودي يشرب مي. هاي شنو انت خطية ما عندك اكل ومي على اساس. اي فالتكملة راح تلقوها على الانستا مالتي، راح تلقوه بصندوق الوصف. طبعا انا هناك متفاعلة ان شاء الله، رجعت تفاعلت لاني قلت شوف شوية راد له خلق. فهناك يومياتي كلها راح تلقوها هناك بصندوق الوصف، واسم مالتي القناة صفا بالانجليزي او بالعربي، او هم راح تلقون الرابط باول تعليق. وهنا الغدا رادوا. طبعا اني شنو هنا الغدا، هذا تصوير قديم راح اجيكم صدق اني اي صورته وعفته. ومرة رجعت قلت يلا خلي اطلع من التليفون بعد كافي حتى احذفه، فدمجته ويا هذا الفيديو. بس شنو حرامات طريقة التقديم ما طالعة محذوف الفيديو، فاعذروني حبايبي. هنا عندنا الدجاجة راح نسويها مندي، المندي البسيط على طريقتي اللي كلش طيب، لأن احنا ما نحب الفلفل وهاي السوالف، فاكتفي بس بالدجاجة. وهنا ايش راح نسوي؟ راح نغسل الدجاجة كلش زين ونوخر من عندها الأشياء اللي تسويها الزفرة، وراح نفورها على النار فورة واحدة وطفي. ليش؟ حتى يذب الزفر. بنات بالنسبة إلي ما أستخدم ملونات ولا بهارات. تمام. هنا راح نسوي المندي على طريقتي، والطريقة تجنن
جربوها واحكموا عليها بعدين ورا ما تذوقوها طبعا. وأتمنى تكتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم بالطعم. يلا هنا هسه راح نبدي، وراح ناخذ راس بصل شوية كبير نقصقصه، لا ناعم ولا خشن، وسط، لأن راح نستخدم التشريب بالدجاج نطبق بيه التمن. تمام لهنا؟ اي تمام. يلا تعالوا نحول على الطباخ. راح نضيف الزيت، طبعا شرح سهل وبسيط وبنات أنصحكم بها كلش. هنا راح أبدي أحمس الدجاجة، طبعا الجدر كبير بس ما أدري ليش مبين صغير، يمكن هي الدجاجة كبيرة. هنا راح نبدي نحمسها، راح نحط البصل فوقها ونحمس لحد ما تصير شقرة. هنا صارت شقرة. ايش راح اسوي؟ طبعا كل ما تحمسين بيها كل ما احسن، يعني تتخلصين من اي زفرة بالدجاج. بنات هسه تقولون ايش عجب يعني هواية تحجين بالزفر. انا العقدة النفسية مالتي ريحة الزفر، يعني اتخبل منها وتلعب نفسي. فشنو نضيف الثوم حتى يقضي عليها فد نوب. ليش نضيف الثوم مو بأول الحمس؟ لأن بأول الحمس راح يحترق وياك ويذب مرورا، لأن إحنا راح نظل نحمس هواية فهو يلحق قبل الكل. فأنتي بنص الحمس ضيفيه، وأنا صحج ثرمي ناعم. بعدها ما حمستي وكملت راح تضيفين مي حار بارد عادي مو مشكلة، لأن هو مو لحم حتى يجزر، الدجاج عادي يستوي. هنا طبعا خليناه على نار عالية، شفناه فار. إذا أكو زفرة شيليها، إذا ماكو نص النار وقبضيه لمدة ساعة وارجعيله. إذا تردين اللحم الدجاج يصير وياك كامل بدون ما تتقطع فخلي القبض على النص، لا تسديه كله، هاي سر المهنة. وإذا تريدين مفسخ سدي القبض كله راح يتفسخ وياك. هنا سوينا التمن بالزعفران، كلش يحبوه بالزعفران. وأكيد راح تسألوني بنات انتي ايش عجب ما حطيتي بهارات؟ وين النمو بصرة؟ وين هاي السوالف الحبشكلات؟ كركم، كاري، بهارات تشريب. احنا كليتها ما استخدمه بنات، سووها على طريقتي وادعولي. خلوها بدون اي شي، فقط ملح. تمام؟ وذاك الوقت ذوقوها وادعولي. كلش طيبة، يعني اي واحدة تذوقي لها مستحيل راح تطيبيها عيب. هنا سوينا التمن. هنا خلينا الدجاجة طبعا لوثناها بالزيت وخليناها بالفرن، يعني شلون دا تشوفوها اللون يخبل. هنا تفسخت عندي لأن نفس ما قلت لكم إذا طبقتي تدر راح تتفسخ وياك. وهنا نجيب الفحم، فحم عادي تحطيه وراها تخلين عليه الزيت، وراح تبدي ريحة المندي اللذيذة شوي. تريدي سد الفتحة أو اختنق بالدخان النوبة سدها عليه. المهم هنا سر الطعم بهاي الفحمات راح يصير الطعم كلش طيب. تمام حبايبي، ولهنا واترككم وهنا احنا شو راح نسوي؟ راح نسوي الزلاطة بالطرشي. اذا زلاطة الطرشي كلش طيبة تصير وياه، ولبن يا عيني يا عيني، وسهمكم ألف تالاف عافية. يلا حبايبي اشوفكم بالفيديو الجاي. لا تنسين اللايك والاشتراك حبيبتي إذا أنت جديدة بالقناة، ومع السلامة. باي باي.